لنا ولو كذبا، تعالوا نحرر فلسطين. تعالوا نلملم أشلاء هذا الوطن الحزين. تعالوا نؤمن وطنا يعيش فيه غدا أحفادنا آمنين. نحن من برودة قلوبكم حائرون، ومن أباطيل كلامكم جاهلون، وهذه الأوطان كالشموع تذوب في مخطط بني صهيون. أرضى بكل شيء، وعنك يا قدس أرفض ما ترفضين. لست إماما ولست أمير المؤمنين، لكني مواطن أمين. وهذه الدرة مذكورة في عليين. مررت بشوارع مدين فإذا أصوات الأنبياء تئن، تسأل عن أحباب محمد وسليمان وصلاح الدين، وعن كل من صلوا في محراب مريم وأهل الدين. قولوا لنا ولو كذبا، تعالوا نحرر فلسطين، فقد بلغ السيف الوتين. قولوا لنا كي نكون على يقين أننا في بلاد المسلمين، وأننا بالوهم غير حالمين. فهل سألتم الصليبيين عن حطين؟ وهل رأيتم خطى الرسل تسعى بين المآذن ومواعظ القديسين؟ هل لاح لكم طيف عيسى يكلم منذ المهد من هم عن تحرير القدس متخاذلين؟ فهل سمعتم صياح مقابر بيسان وعويل قمح عسقلان؟ هل قرأتم نحيب عناقيد العنب قصائدا تعوي على سور الخليل؟ وهل سمعتم بأم العرب وأم المسلمين، بأرملة تغتصب علنا يسمونها فلسطين، وأهلها كأصحاب الكهف نائمون؟ بل بعضهم متفرجون وبعضهم مشاركون، يسكبون كؤوس الخمر للمغتصبين، ويصفقون بأيادي الظالمين، وينحرون أحلام اليتامى والمساكين، وينحتون دم الشهداء ودمع المفقودين على صليب نجمة داود، ويسلبون أساطير الأولين كي يقنعون أنه لا صلاح بعد السلاطين، ولا عمر بعد التابعين، ولا شيء إلا هم الباقون. فقولوا لنا ألستم مسلمين؟ أم أننا بديانتكم واهمون؟ وهل نحن موجودون حقا أم غير موجودين؟ وإن كنتم لمطلبنا غير مقتنعين، احفروا للعروبة قبرا كالبحر، وارموا فيه جثث الأحياء قبل الميتين، واتركوا إمضاءكم بأسفل السافلين، وتيقنوا أنكم منقرضون، وأفسدوا في الأرض كما تشاءون، فالله لا يحب المفسدين. إننا به مرابطون حتى يحين أمره اليقين.